السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شبكة أخبار العرب عرب نيوز عرب نيوز دوت نت حبت تجري معك مقابلة وتسألك عن الوضع بدرعا الآن كونك قادم الآن من مركز الحدود. تفضل. حاليا درعا محاصرة من 4 أيام. الكهرباء والماء ما زال منقطع والاتصالات. خزانات المياه عم بيقصفوها بالمدفعية. قناصة عم تقصف خزانات الماء الموجودة على أسطح البيوت. درعا محاصرة من 4 أيام. الدوامة عم بدخل عليها الخبز، يعني لحد اليوم الناس عم تجيب شو في موجود من فتات الخبز والطحين عم بيخبزوا. ما في حدا بيقدر يطلع على الشوارع. اليوم مظاهرات من كل القرى لفك الحصار في درعا، والقناصة موجودة في كل مكان. الحواجز موجودة. القناصة لمنع المتظاهرين من تعدي هذا الحاجز، يعني اي حدا بيتعدى الحاجز عم يطلق عليه النار ورصاص، يعني يعني مميت. طيب احنا الان روى بعض الشهود بانهم سمعوا رصاص من درعا في وسط الرمثة في سوق الرمثة فجر اليوم. فما بعرف ايش اللي حصل. نعم سيدي. اليوم في الصباح كان في مدفعية في درعا البلد بجنب المسجد العمري، وتم قصف بيت بجانب المسجد العمري، ويعني كان في اطلاق نار ومدفعية اليوم الصبح. اما لا في يعني فترة الظهيرة ما كان في اي شيء لحد الان، ما وصلنا شيء. ولكن في الصباح كان. تفضل كمل. نعم. اهالي درعا كيف بيقضوا احتياجاتهم اليومية من حليب الاطفال، ادوية؟ يا اخي الجرحى في البيوت. والله يا شيخ بس اذا ممكن ثواني بس. الجرحى يا اخي في البيوت، اللي بيستطيعوا يجيبوه من الشوارع في البيوت. لا في يعني البيوت صارت مشافي ميدانية. حرقت صيدليتين ونهبت الأدوية. الأمن طبعا، يعني لأنه يا أخي الأهالي ما حدا بيقدر يطلع من بيته. القناصة في كل مكان. طيب وصلنا أخبار لشبكة أخبار العرب عرب نيوز دوت نت. نعم. بأنه هنالك جرحى دخلوا إلى المستشفيات مصابين برصاصات معينة وخرجوا مقتولين من قبل الأمن العسكري أو الأطباء. نعم. هل لديك معلومات؟ نعم لدي في يعني هناك معتقلين كمان يعتقلوا الجرحى من المستشفى ويقتلوهم. هناك الأمن العسكري، الأمن المركزي والأمن العسكري. نعم. طيب ايش بالنسبة للانشقاقات سمعنا عنها اللي حصلت في الفرقة الرابعة أو الخامسة بقيادة الفريق كمال؟ نعم الفرقة الخامسة صار فيها انشقاقات حوالي 5 ضباط و12 عنصر، لكن انشقاقات قليلة يعني. لكن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر هي اللي يعني عم تطلق النار على أي منشق عن الفرقة الثانية، وهم من يطلقون النار على الفرق. أي عنصر أمن ما بيطلق يعني ما بيطيع أوامرهم عم بيطلقوا النار عليه. عم يقصفوا قصف عشوائي على أي فرقة ثانية. يعني هنالك من نداء توجهه لأهالي الرمثة وأهالي الأردن؟ يعني نناشد الحكومة الرشيدة يعني فك الحصار يا أخي. نناشد الأمم المتحدة، حقوق الإنسان يا أخي. الدواء مش عم بيصل على أهل البلد. شكرا. يعطيك العافية.